زينايد جودي المدرب المنتخب الوطني الأولمبي الذي يتواجد معنا على المباشر عبر الهاتف من طنجة المغربية. السيد زينايد جودي، مساء الخير. مساء الخير اخي يوسف، سي سعيد حموش وحسين يحيى، اخواني المتفرجين، مساء الخير. انا اعلم انه المدرب الوطني وفي لبرنامج دوري المحترفين، واليوم سنتطرق الى هذه الدوره التاهيليه. اول شيء الف مبروك بالنسبه لهذا الفوز الاول. هل تعتقد السيد زينايد جودي انه مفتاح التاهل ربما يبدا من هذه المباراه، مباراه السنغال؟ لا، يعني كل دوره يعني الانسان يامل انه يفوز في المباراه الاولى، ليس فقط مفتاح يعني التاهل، ولكن حتى مفتاح انك تبدا الدوره مرتاح نفسيا. فيعني جيد. احنا البارحه شفنا اكثر الفوز من اكثر من اللقطات اللي ضيعناهم والاهداف اللي ضيعناهم. فهذا يعني عامل ايجابي انه يعني تشوف الفوز، ومن بعد المرحله الثانيه تقيم الفريق تاعك، تصحح امورك، وفيه مقابلتين خلال هذا الاسبوع، يوم الثلاثاء ويوم الجمعه ان شاء الله، اللي وين يعني الانسان يدير حساب، لان كما كان يتكلم اخ سعيد الفريق المغربي فاز، والمقابله الجايه بيناتنا، فيعني هذا عامل بسيكولوجي يزيد يعني يخلينا الضغط على الفريقين يعني يرتفع اكثر، ونقدر نقول ان يعني كل فريق ممنوع عليه الخساره، يعني اذا كان يعني ندخلوا في الحسابات. وهذا السيد زينايد جودي، ما دام تتكلم على تقييم اللقاء الاول، ربما اللي شاهدوا اللقاء كلهم يقولوا انه تضييع عدد كبير من الفرص. الان في تقييمك، هل هذا سيغير ربما طريقه الدخول في اللقاء الثاني امام المنتخب المغربي؟ المنتخب المغربي اللي راح يكون عنده راح نقول ضغط مزدوج ايجابي وسلبي، لانه يلعب امام جمهوره وهو شيء ايجابي، لكن ربما يكون ضغط على لاعبين شبان مثل اللاعبين اللي متواجدين في المنتخب المغربي. نعم، هذا احنا رايحين ناخذه بالعين الاعتبار. شفتوا في العمر هذا يعني لاعبين شبان يقدروا يتاثروا سلبا او يعني بسرعه. اظن ان هذا العامل هذا خديناه يعني بعين الاعتبار. ومن جهه اخرى نقول ان يعني حتى هو يبحث عن التاهل في المقابله الجايه، فكل فريق راح يكون يعني نقدر نقول انا تولي تدخل تجربه كمجموعه. احنا نظن العامل الايجابي اللي عندنا في المجموعه تاعنا انه الفريق عنده يعني اكثر من 15 شهر ونعملوا بالمجموعه فيه يعني حوالي 3 جدد، ولكن دائما اللي يدخل يعني يدخل في المجموعه، وهذه التركيبه تاعنا نفسيتنا جيده. فهذا العامل هذا يعني يخلينا ان شاء الله نتفائلوا خير ان شاء الله. طيب سيد زينايد جودي، قبل ما نختم معك حاب نسال ربما عن بعض الغيابات، نسال عن الحاله الصحيه لطواهري اللي شفناه خدا اصابه البارحه، وايضا عن البطاقه الحمراء لمسجل الهدف بن علجيه. والله يعني شفتوا بطاقه صفراء اولى مجانيه، نحى القميص، نزع القميص تاعو. البطاقه الثانيه يعني ما انا كنت امام الحكم الرابع اللي كان يتكلم مع الحكم الاساسي، وقال له باش يدخل، ومن بعد شفت البطاقه ما فهمتش يعني صراحه. زيد طواهري اللي راكم شفتوا خذا ضربتين، يعني خذا ضربتين، والحكم تساهل نوعا ما مع المدافعين، ونتمناو اللاعب بالليل ثاني خذا ضربه يعني موجعه. شفتوا عنده تقريبا شهر من اللي دار يعني العمليه، واسترجع البارحه خذا ضربه في المكان وفي الركبه تاعو،
نتمنوا انه يعني ان شاء الله من الغدوه بالليل يسترجع، وطواري ثاني نتمنوا انه يسترجع من المقابله المغرب ان شاء الله يا رب. حتى نختم معك ايضا سيد عز الدين أيجودي في اخر سؤال، نعلم انه الناخب الوطني راح يكون حاضر في هذه اللقاء السيد وحيد حليلوزيتش، هذا راح يكون ايضا ربما شيء ايجابي بالنسبه لهذا الشبان اللي حابين يبرهنوا على امكانياتهم وحابين ايضا يتاهلوا. حتى نختم بنظره تفاؤليه فقط، انت متفائل والجميع متفائل ربما؟ نعم متفائل، ونقدر يعني اشوف نقول لك بعيدا اليوم عندنا تجربه بحضور المنتخب الوطني في الدوره الماضيه. اللاعبين خلاص ولفوه يعني كمدرب جاء احنا ما راحش الفريق ما راحش يلعب باش يظهر امكانياته للمدرب الوطني، وانما هناك على علم انهم هناك شعب جزائري ينتظرنا وينتظر نتائجنا، فهذا العامل هذا اكبر مني ومن المدرب الوطني. سيد عز الدين أيجودي، شكرا جزيلا لك، نتمنى لكم التوفيق ولكل اللاعبين اللي يتواجدوا معك في المغرب. شكرا جزيلا على التدخل، وان شاء الله راح ننتظروك في استوديو دوري المحترفين حتى تحضر معنا بتأشيرة ان شاء الله التأهل الى اولمبياد لندن 2012. سيد عز الدين أيجودي شكرا جزيلا لك، كنت معنا على المباشر من طنجة المغربية، وأنت المدرب الوطني للمنتخب الأولمبي. يلا حتى نختم في هذا الموضوع.